السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا صلوا على النبي كده. يوم جديد، يوم كله طاقة، يوم كله نشاط، يوم كله شمس كده، وحاجة كده قمر القمر، حاجة توحي بالبهجة والتفاؤل. فتحنا الشبابيك وخلينا الجو بقى ايه، البيت كله يطرد الطاقة السلبية ويكون مليان طاقة إيجابية. تفتحي الشباك تشوفي لون الزرع الأخضر كده، تحسي بالتفاؤل والأمل، وتحسي بحسن الظن في الله واليقين في الله ان النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعدي وكل ايامي وايامكم هتكون جميله ببركه رضا ربنا علينا. فتحت الشباك بتاع غرفتي، البلكونه السلك بس بتاعها، وفتحت البلكونه اللي في الصاله. الحافظه بتاعتنا كنا غسلينها ونضيفه وزي الفل، وفي غسيل كمان هنلمه مع بعضينا، هنكنس البلكونه وهنمسحها وهنعمل حاجات حلوه كتير. بس قلنا نبدا اليوم كده. الولاد علشان يساعدوني النهارده كده لازم طبعا اديهم فطار حلو وقمر كده، واشجعهم واخليهم يعمروا التانك كده ويبداوا معايا نشاط وحماس وطاقه. طلعت العيش من الفريزر وحطيته على البلكونه كده يتهوى شويه. مش بيحتاج ابدا ابدا تسخنيه في الفرن، انت بس طلعيه 5 دقائق كده او 10 دقائق كده في الهواء الطلق ده، وما شاء الله هتلاقيه ما شاء الله بقى طري وزي الفل كأنك لسه جايباه. الطريقه دي حلوه جدا في حفظ العيش. شوفوا ما شاء الله الشجر واللون الاخضر، منتهى الطاقه الايجابيه. تامل كده، نعيش مع بعض عباده التامل في خلق الله عز وجل. وهنبدا مع بعض بقى نعمل فطار كده سهل وسريع. بوتاجازنا نضيف، مطبخنا ما شاء الله نضيف وزي الفل، والرخام نضيف، الحوض ما عليهوش اي حاجه. فتبداي يومك كده وانت ايه، بالك رايق. لما تخلصي حاجتك اول باول، كل ما تيجي تعملي حاجه هتحسي ان الحاجه سهله عليكي كده وامرها بسيط. معلش بقى، ما انا لسه قايمه من النوم يا جماعه ومدروخه حبتين ثلاثه من العلاج اللي باخده الحمد لله. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. يلا النخلات يا امارات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنقلب بيض كده على السريع. مش عارفه يا اختي، الطاسه دي لسه جايباها جديده والله، ايدها اتخلعت ازاي ما اعرفش. بقدره قادر كده الحمد لله. على كل حال ببص لقيت ايدها، يعني يا دوب بغسلها كده ما لقيتش ايدها معايا. ايدك راحت فين يا اختي؟ مش عارفه والله. بس الحمد لله هنستخدمها برضو. هنرميها، دي لسه جديده يا قمرايه وجرانيت، لازم نستغلها كده ايه ونستعملها كده، وان شاء الله هتمشي الحال. كله ماشي ببركه رضا ربنا علينا. والبركه بناخدها منين؟ من الاذكار اللي دايما ملازماكي. طول ما اذكارك ملازماكي، طول ما بركه ربنا معاكي. الحمد لله على كل حال. الحمد لله دائما وابدا وعلى كل حال. اللهم لك الحمد. يلا ندعي لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر أمي هي وجميع أمهات المسلمين، وارحم أبويا واغفر له هو وجميع أموات المسلمين. شوفوا البيض لسه ما كنهوش، والطاسة اتغسلت وبقت زي الفل وهي لسه سخنة كده قمر القمر. امشي بالحاجات البسيطة ديت هتلاقي سبحان الله كل الدنيا حواليك هينة كده ولينة إن شاء الله. يلا نقول اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة. اللهم فك كرب كل مكروب، وسد دين كل مديون يا رب العباد. الطريقة دي حلوة جدا في الجبنة. شوفوا ما بتخليش الجبنة تفضل فيها أي فتافيت، لأن لما بنفتحها من فوق ونطلع بالمعلقة بصراحة بيتهدر ربعها جوه الكرتونة، وبتفضل لازقة شمال ويمين ومش عارفة ايه. لكن لو انت قصيتيها داير داير وحطيتيها سواء في الطبق سواء في علبة حافظه بغطا، بحيث اللي يفيض تحطيه في التلاجة، فما شاء الله تبارك الله هتبقى جميله جدا معاكي. وطبعا ما شاء الله تبقي قروبه وما بتهدريش حاجه وما بتضيعيش حاجه. الدنيا غلا يا اختي، ربنا يا رب يكرمنا. طبعا زي ما انتم شايفين قلت بيض وحطيت جبنه وحلاوه، فضل ونعمه من عند ربنا عز وجل. هنفطر بقى كده ونرجع تاني معانا همه ونشاط ومعانا حماس. فطرنا واتظبطنا، ويعني رديتهم كده وفرحتهم وخليتهم اشتروا كمان حاجه حلوه من تحت من عند البقال، وما شاء الله تبارك الله اتبسطوا بقى وخلاص. ما دام اتبسطوا يبسطوني بقى. يبسطوكي ازاي يا هنا؟ يخلوا البيت حواليا نضيف. البلكونات هم هيقوموا ما شاء الله تبارك الله بيها يكنسوها ويمسحوها، ربنا يبارك في عمرهم يا رب. اللهم امين. محمد بيكنس البلكونه، ويارا هتساعده كده في مسحها، لان البلكونه عندي ناحيتين فهيساعدوا بعض فيها ان شاء الله يا حبايبي باذن الله. ما شاء الله تبارك الله. محمد بيلم اهو. مش عارفه تقريبا اللهم صل على سيدنا محمد. قولوا معايا العصافير منزله عفش كتير، مش عارفه من الشجر ولا منين، ولا كانوا ناويين يعملوا عش هنا يا اختي، والله ما انا عارفه. بس اهو ماشي الحال. هتعملي ايه تاني يا هنا؟ تنظيف البلكونات بقى، بما ان قلنا بلكونات يبقى تنظيف. تحت الزرع بصراحه تراب ودنيا زي ما انتم شايفين. لا لا انا مش ههمله بقى كده، انا ان شاء الله هعمل.
ان شاء الله هشيل كل الزرع اللي عندي وهكنس تحته وامسحه وانضفه واشيل التراب اللي على الشباك. وما شاء الله زي ما انتم شايفين نظافه نظافه، يعني طاقه، يعني حماس، يعني حسن ظن في الله ويقين في الله ان ربنا بيديك العون. طول ما انت ماسكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا هتفضل معاكي ان شاء الله يا حبيبه هنا باذن الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، نظافه حلوه وسهله وبسيطه، يا دوب شلت شويه التراب الجاروف كده وبفوطه كده صغنططه، هتشوفوا الدنيا هتبقى فله شمعه منوره. وحشتوني يا حبايب هنا، وحشتوني كتير كتير كتير. عارفه اني مقصره الايام دي في الفيديوهات، لكن معلش غصب عني اعذروني. انا عايزه ببقى معاكم كل يوم اتكلم معاكم واشوف تعليقاتكم القمر. ويا ريت معلش بعد اذنكم اللي ما اشتركتش يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على الكل عشان اول ما ينزل فيديو جديد يجي لها اشعار بيه. وبالله عليكم اللي وصلت لحد هنا يلا لايك انزلي اعملي لايك يا قمر للفيديو علشان اللايك بيرفع الفيديو. جزاكم الله خيرا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لمعت السيراميك اللي تحت الزرع كله. وبكده هنحط بقى الزرع بتاعنا. رحيم بيسلم عليكم. هنحط الزرع بتاعنا على نظافه كده وعلى ما شاء الله تبارك الله. هرجعه بقى كده الصبار والروزماري والنعناع الاخضر القمر زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، والريحانه بتاعتنا كمان. وهنسقي الزرع مع بعض دلوقتي ما شاء الله تبارك الله. يعني نظافه كده واهتمام. الزرع ده كانه طفل عندك بتهتمي بيه، لازم تنظفي حواليه ولازم ما شاء الله تبارك الله تسقيه دايما وتراعيه علشان سبحان الله ربنا يكرمك كده باذن الله من جنبه وتشوفي كمان منه خير كتير. دي يا هنا بصراحه كانوا النوايتين بتوع بلح يا جماعه. قولي لي انت زرعتيهم ليه؟ هقول لكم ما اعرفش. انا لقيت القصيص بتاع الزرع فاضي فقلت لا بما انه فاضي انا احط فيه النوايتين بتوع البلح دول واشوف الدنيا فيها ايه. ولما ان شاء الله ربنا يكرمنا ويطلعوا كده كويس ننقلهم بقى في ارض كده ولا حاجه، وان شاء الله تمرهم يطلع ويطلع منهم صدقه ويطلع منهم اجر، فناخد اجر كتير ان شاء الله. وبما ان النيه دي موجوده ان شاء الله ربنا هيبارك فيهم باذن الله. بدأنا مسح البلكونه. وبصراحه اللي هناك ده يا بنات ده عباره عن اسمنت موجود من اول ما عملت البلاط، مش وسخ ابدا في الارض، لكن هو بصراحه اسمنت لازق فيها. هنعمل ايه؟ هنشيل دلوقتي مع بعض كل الغسيل اللي موجود معانا ان شاء الله. وهنغسل الابيض تاني دلوقتي. انا مشغله عليه الغساله ان شاء الله باذن الله يخلص هو كمان. يعني مشي دنيتك ومشي يومك، لمي حاجه انشري حاجه، ما تكوميش على نفسك حاجات كتير ابدا ابدا ابدا. ولمي الغسيل واول ما تلميه طبقيه. ودي غرفه عبد الله طبعا رتبتها كده على السريع بصراحه، ما مش تنظيف عميق ولا روتين عميق ابدا ابدا. انا بس شديت السرير بتاعه ورتبته له وفتحنا الشباك عشان الارضيه تتهوى والبيت كله يتهوى وما شاء الله واوضته كمان تتهوى. هو كان عنده امتحان بالله عليكم ادعوا له. هو في ثالثه ان شاء الله، ثالثه ثانوي تعليم مزدوج. بالله عليكم ادعوا له ربنا يكرمه يا رب هو وجميع الاولاد اللي بيمتحنوا او بيختبروا الايام دي ان شاء الله. طبعا شفتوا المنظر من الشباك جميل جدا، الزرع حلو قوي لما الواحد يفتح الشباك. محمد ما شاء الله اخذ السلم. احنا طبعا بقيه البيت لسه ما اتشطبش فعادي انا معاكم على طبيعتي خالص. بنرش السلم قبل ما نكنسها طبعا عشان ما تطلعش علينا تراب كتير. فمحمد ما شاء الله كنس السلم اهوت ورشها وبعد كده ان شاء الله هيكنسها عشان يبقى البيت بتاعنا نضيف وزي الفل. وكده ما شاء الله تبارك الله وصلنا لنظافه البيت خلاص. الكنب والصاله زي ما انتم شايفين دي جوله في الصاله على السريع. اللي معايا متعود على شكل الصاله اللهم لك الحمد. هي تقريبا طول اليوم مرتبه، الولاد دايما ما شاء الله ايديهم فيها وربنا يصلح حالهم. اللي بيبوظ حاجه بيحاول يرتبها اول باول كده ان شاء الله. وبكده ما شاء الله شوفوا الشمس جميله والجو جميل والنور بتاع ربنا داخل في البيت مخلي ما شاء الله تبارك الله مليان طاقه ايجابيه ومليان حماس. يلا بطلي كسل بطلي نعوسه، قومي يلا شدي حيلك كده وتنشطي. قولي لك كم ذكر كده وتنشطي. شغلي كده اذاعه القران الكريم جنبك وتنشطي. شغلي قناه المجد على التلفزيون ولا على الشاشه وتنشطي. طبعا هتعملي ايه يا هنا؟ فنجان قهوه يا حبايب هنا. طبعا امال ايه، لازم فنجان القهوه اللي يظبط الدماغ. بس بصراحه فنجان القهوه ده مش هو اللي انا عملته النهارده. اللي عملته على السريع وشربته وانا بنظف، لكن حبيت اشوفه برده فنجان قهوه يفتح النفس ويكون جميل وقمر القمر زي ما انتم شايفين كده يا حبايب هنا ما شاء الله تبارك الله. فنجان يفتح النفس المقفوله. بحب قوي اللقطه ديت لان بصراحه بحس ان فنجان القهوه بياخدني في دنيا تانية خالص خالص خالص. دنيا حلوه كده كلها انوار وكلها روايح حلوه ولون كده مبهج الفرو الابيض. يعني حاولي تشعري نفسك بالسعاده بحاجات بسيطه حواليكي. سعيدي نفسك باي حاجه تقدري عليها. السعاده مش فلوس ولا اي حاجه. السعاده دي حاجه من جواكي انت بتعيشيها بالرضا، بترضي باي حاجه بسيطه هتلاقي ربنا